انت في ايه يا عم انت؟ ما تفوق لنفسك يا جدع. قسما برب العزه العيال اللي قاعدين معايا السودانيين بيصعبوا عليا، مش لاقيين بلدهم، بيوتهم اتشالت من على وش الارض. مع احترام ربنا يردهم لبلادهم سالمين غانمين تاني يا رب. عندك برضو الفلسطينيين يا جماعه متدمرين. انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ واحد قاعد على القهوه ما فيش في جيبه 3 جنيه شاحن باكا بالعافيه، واحد يقول لك انا مش عاجبني الرئيس. طب احكم على نفسك انت الاول، صلح نفسك انت الاول. الرئيس مين اللي بتتكلم عليه يا اهبل انت؟ لا لا بجد حاجه تتجنن قسما بالله. ايه اللي معادك بره؟ ما هو هي ده دي سؤال غبي، انواع خلي بالك، السلبيات هو اللي ده احنا سؤال غبي. ما هو بنطلع عايز يخربها وقاعد بره، هو قاعد بره ما هو مرتاح عايز يخربها. ما هو ده هي سؤال دي غبي. يقول هي لك دي انت ايه اللي معادك سلبية. بره؟ ايه اللي معادك بره؟ الجدع ان انت ونشط من نفسك وصلح من نفسك انت واطلع بره وخليك ناجح لبلدك. خليك سفير لبلدك يا عم الامور. ما تقعدش زي الواحده الست كده قاعده على القهوه قاعد تنكش في الناس وتغلط في الناس. اصل انت يا ابني كلامك مش هيهز الجيش. كلامك انت واللي بص واللي اتشدد لك مش هيهز الجيش، مش هيهز الوطن، مش هيهز الرئيس، ولا الرئيس بيسمع لحد اصلا يعني. قسما بالله ولا بيسمع لحد اصلا خالص. وبيضحك وقاعد الدنيا بتولع حوله قاعد يضحك ويقابل ده ويقابل ده. يا ابني ده رئيس، ده رئيس ذكر فاهم. مش زي الناس اللي مين اللي هيحبطه. وقسما برب السماوات والارض اجدع رئيس شفته في حياتي. ان شاء الله هيخلي بص لو هنمشي نكلم بعضنا في الشارع بس صهيوني. يا ده سيبه والنبي، سيبه والنبي الكومنتات دي سيبيه. انا بلقط في الكومنتات سيبيه. ده ناس ده متخلفه. بيستفزك ده ناس متخلفه. انا قاعد مع واحد فلسطيني يقول لك السيسي باع القضيه. واحد فلسطيني قلت له يا ابني قضيه مين يا ابني؟ انت يا ابني انتوا مين يا ابني عشان تتكلموا في كده؟ لا بصي انا هسخن وشكل كده ايه فبصراحه يعني اهدى ما شويه انا مش عارف. اهدى شويه كده. يا ندي جماعه فرصه يا لاستاذ جماعه ابراهيم. بصوا استاذ ابراهيم ما حدش يعرف قيمه امه الا لما يشوف مرات ابوه. اطلعوا بره مصر وتعرفوا قيمه السيسي. اطلعوا بره.